بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض النهارده. هو ان احنا النهارده بقى عملنا فيديو حلو قوي. اعتبريه روتين، اعتبريه فضفضه كده، نتكلم مع بعض شويه. لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني كده وتنوريني وتحطي لي لايك وتحطي لي اشتراك وتكتبي لي كومنت جميل زي كده وتقولي لي بتشاهديني من اي بلد. اول حاجه بقى ايه، انا ايه واخده دور البرد بقى، معلش اسفه صوتي تعبني جدا. فقلت ايه، اعمل كوبايه حلبه كده علشان البرد. انا برتاح في الحلبه جدا يا جماعه، ما تعرفيش الحلبه دي فوائدها جميله قوي، حلوه للبرد وحلوه للضغط وحلوه للدايت وحلوه لكل حاجه. بحب اعملها كل يوم الصبح كده، بعد ما اخد حبايه الضغط اشرب كوبايه حلبه. إيه، خلاص بقى ايه الحلبة بتاعتنا، قلت اشربها معاكم ونتكلم شوية. اول حاجة، ازاي تخلي جوزك يحبك ويموت فيكي ويخليكي ما انتش ناقصك حاجة. وحتى لو الظروف ماسكة معاكم شوية، بيحترمك وبيعمل لك تقدير وبيقدرك ويقدر وقفتك جنبه. اول حاجة ان انتي تكوني نظيفة وتكوني كويسة في نفسك كده، نظيفة، نظافة من كل حاجة. تاني حاجة، ما تضغطيش عليه. حاولي ان انت تساعديه. حاولي ان انت لو هو مش معاه، مثلا مش قادر يقضيلك كل احتياجاتك، ما تضغطيش عليه. حسي بيه، حسي بظروفه، حسي بان انت تكوني معاه على الحلوة وعلى المرة. وعمر ربنا ما هيضيعكم ابدا ابدا ابدا، طول ما انت بتحسي بيه وعارفة ان هو بيحبك وواقف جنبك وبيعمل اللي يقدر عليه. عمر في حياته ربنا ما هيضيعكم ابدا، واكيد بعد الصبر جبر. اكيد ربنا مش هيضيعكم ابدا، وهيخليكي سعيدة معاه حتى لو العيش على قدها. تاني حاجة، انتي طبعا كلنا يعني مش انتي لوحدك، انتي وانا وكل طبعا لازم نحس بجوازنا، ولازم نحاول نساعدهم، نشتغل ونساعدهم معاهم في العيشة عشان خاطر أولادنا. انتوا عارفين ان الدنيا غلت والعيشة غلت، وما عادش زي الأول ان الواحد يقدر ايه يقضي كل حاجة الا اذا كان مبسوط بقى ومعاه فلوس كتير. فانت ليه، حتى لو انت هتقولي لي انا ما اعرفش انزل اشتغل، ما اعرفش انزل الشغل، ان انا اشتغل واشتغل بره وكده واسيب اولادي. لو حتى علشان خاطر ان انت معاكي اطفال صغيره، ممكن تشتغلي في البيت، ممكن توفري شغل في البيت. زي ايه مثلا، زي ان انت تعملي اوردرات زي ما انا ما بعمل كده. انا بعمل اوردرات عرايس، بعمل مثلا حد مسافر ومحتاج اكلات بعملها له. مثلا واحدة مثلا مش بتحب تطبخ وعايزاني اعمل لها حاجة. واحدة شغالة وما بتفضاش ان هي تطبخ، دي تعملي اوردرات. تعملي ايه تاني، تعملي، بتحب التفصيل، بتحبي عندك هواية التفصيل الخياطة، تخيطي في البيت. تعملي حاجات كتير بتتعمل في البيت، في مشاريع كتير قوي بتتعمل في البيت، بتعمليها وانت قاعدة في بيتك في شقتك. تقدري منها ان انت تصرفي وتجيبي لاولادك اللي انت عايزاه، تقضي احتياجاتك واحتياجات لو حاجات بسيطة جدا هتقدري تجيبيها. حتى لو براتب بسيط هتقدري ايه تعملي. ممكن تفتحي مشروع في البيت، تفتحي محل، ممكن تفتحي لو عندك مثلا دكان، عندك مكان تقدري تفتحي محل. ممكن تجيبي حاجات وتبيعها اونلاين. الادوات المطبخ، ملابس، حاجات من دي كله بقى على التليفون. ان انت اصحابك حبايبك معاهم ارقامك على الواتس، تعملي اونلاين كده وتجيبي حاجات، والاوردرات بتجيلك كمان لحد البيت. لو انت مش عايزة تسافري تجيبي الحاجات ديت، بتطلبيها، تعملي مثلا ايه، بتشتركي مع جروب وتطلبي الحاجة ديت وبتجيلك لحد البيت، وانت بتوزعيها وانت قاعدة في البيت وبيطلع لك نسبة. ده قصدي ان احنا ايه، نحس ببعض وايه، ونكون عارفين جوازنا وكده. ده الحاجة دي تخلي جوزك يحبك ويفكر فيكي 100,000 مرة ان انت بتساعديه وان انت واقفة جنبه وان انت مش ضاغطة عليه. تاني حاجة بقى، ولا تالت حاجة، ولا رابع حاجة، اولادك اهم حاجة برضو ان انت تخلي بالك منهم وتخليكي معاهم. ان كانوا صغيرين تقعدي كده بالليل كده، تلمهم حواليكي كده وتقعديهم وتذاكري لهم، تشاركيهم حياتهم.
في كل حاجة في طفولتهم، وهم بيرسموا ترسمي معاهم، وهم بيذاكروا تذاكري لهم، تنظفيهم، مش تهتم بنفسك وتسيبي الأولاد كده ماشيين مش نضاف مش كويسين. دي حاجة برضو ما في ناس كتير بحس ان هم بشوفهم وبيبقوا مهتمين بنفسهم جدا ومبيهتموش بأولادهم خالص. تلاقي أولادهم ماشيين مش كويسين، وهم ما شاء الله عليهم لابسين ومتظبطين وحلوين، بس ديت حاجة مش كويسة برضو. تالت حاجة كده ان انت بعدين يعني ان انت برضو لو هم كبار تهتم بيهم وتقربي منهم، علشان برضو ما تخسرهمش. صاحبيهم، صاحبي اولادك، صاحبي اطفالك، صاحبي اولادك لو بقوا شباب خلي بالك منهم وقربي منهم، وحاولي تصاحبيهم، اسأليهم عن كل حاجة. لو شباب صبيان اسأليهم عملتوا ايه النهاردة، كلمتي مين، شفتي مين. لو هم بنات نفس الحكاية، كلميهم وقولي لهم كلمتوا مين، شفتي مين، عملتي ايه النهاردة. ما تتأخريش في الدرس لبنوتك. الاستاذ مثلا قال لك تعالي مثلا اكلمك لوحدك كلمه، لا طبعا ما تقعديش. وعي بنتك وانصحيها وعرفيها. احنا بنحاول ان احنا ننصحهم، وربنا يسترها علينا وعلى اولادنا يا رب، وبننصحهم بكل اللي بنقدر عليه. فاحنا طبعا انا حبيت ان انا اتكلم معاكم في الموضوع ده علشان ان احنا نفضفض شويه مع بعض ونتكلم شويه مع بعض. والشغل عمره ما كان عيب ان الواحده تشتغل وتساعد جوزها وتقف جنبه. العيب ان الواحدة تمد ايدها لأي حد، وان الواحد يمد ايده لحد ويقول انا محتاج. طبعا انت لما تمدي ايدك ولا لما تشتغلي؟ ما تشتغلي احسن. لما تشتغلي وتجيبي اللي انت عايزاه وتحاولي تساعدي جوزك وتقفي جنبه، ده مش عيب. مش عيب ان انت تساعديه وتقفي جنبه. والاطفال اهم حاجه برضو زي ما قلت لكم، نخلي بالنا منهم ونبص عليهم وننظفهم ونهتم باكلهم وبشربهم وبمذاكرتهم وبكل حاجه كويسه ان احنا نعملها لهم. واحنا طبعا كلنا امهات ونفسنا ان احنا اولادنا يكونوا احسن حاجه في الدنيا. كل ام بتحلم ان اولادها دول يكونوا اهم حاجة واحسن حاجة في الدنيا، وما فيش حد بيحب اولاد غيره يكون احسن منه. طبعا ده بقى كان روتين، وانا قلبت معاكم ان انا نتفضفض شوية كده ونتكلم. كنت اليوم ده في السوق بقى يا رب الكلام بتاعي يعجبكم. خلينا بقى في حاجة السوق. رحت السوق بقى كده وجبت شوية تسويقة كده حلوين. فقلت اطلعهم معاكم ونتكلم شوية. جبت البطاطس ديت الكيلو ب10، بس البطاطس دي جميلة جدا في التحمير. جبت 3 كيلو. فقلنا نطلعها بقى من الكيس كده علشان بتعرق معانا وبتروح بتبوظ في الكيس. لو فضلت في الكيس هتبوظ وتعرق وتضرب منك في الكيسة. فانت طلعيها رصيها في اي حاجة، او لو عندك التربو رصيها فيها. انا رصيتها كده مؤقتا وبعدين شلتها حطيتها في التربو. ويا رب الكلام اللي احنا اتكلمناه مع بعض كده يكون بيعجبكم، ونكون ننصح بعض ونتكلم مع بعض وفضفضة من القلب كده مع بعض. ونحاول ان احنا برضو نقرب من بعض ونقرب من اولادنا ونقرب من جوازنا. في ناس كتير بتشتكي من ان جوزها ما بيحبهاش، من ان جوزها بيعرف حد عليها، من ان جوزها مش شايفها. ليه؟ لانك انت مش مقربة منه، مش مقربة ان انت خليه اولادك اهم حاجة في حياتك. مخليه ولادك ولا مخليه اي حاجة تانية اهم حاجة في حياتك، قربي منه، ساعديه. ممكن الحاجة دي تكون حاجة ممكن ان انت مش بتحسي بيه بالمصاريف، مش بتساعديه، انا مش بقولك مفروض عليك ان انت تساعديه، بس احنا طبعا بما ان معانا اطفال وبما ان وعلى العشرة لازم نحس ببعض كده ونشيل بعض كده. بقى الطماطم الجميلة ديت كنت جايباها بالكيلو ربع ب10. كانت جميلة أوي وشكلها تحفة وجامدة جامدة جامدة تجيبك الأسبوع. يعني أنا بحب أجيب الحاجة ديت، بجيبها من التلات للتلات. السوق بتاعنا التلات، بجيبها من التلات للتلات بتكفيني وبيفيد عندي كمان لما بعملش سلطة كتير. حطولي اللايك بقى. كده كنت جايبة الخوخ الكيلو ب40، وجبنا الموز الكيلو ب35، وجبنا ربطة لفت جميلة اهيت ب5، وجبنا بصل جديد طلع يا جماعة. الكيلو ده كان الكيلو وربع ب10. وجبنا شوية حاجات كده بقى نواقص البيت، الخضار والحاجات اللي اللي ناقصة في البيت. كنت بقى جاي عاملة بقى اكل كده. حبيت اعمل بقى النهاردة
بطاطس كده ايه محمرة ومعاها بيض. كنا يوم التلات ده بقى عملنا سمك، والنهارده الاربع محتارين على الغدا هنتغدى ايه نتغدى ايه. قطعت بطاطس كده زي ما انتوا شايفين، غسلتها وقطعتها، وجبت بيض كان عنده بيض. عملت ايه بيض كده سلقته معاها. ده بقى زي الحاجة الله يرحمها ما كانت معودانا، كنا بنسلق البيض مع البطاطس نغسلهم كويس، ونحط البيض بعد ما نغسله كده ونحطه مع البطاطس يتسلق كله مع بعضه. كنا متعودين على كده زي ايه امهاتنا ما كانوا بيعملوا، ما شاء الله عليه يعني مش وحش. البيض بيتسلق مع البطاطس وبتبقى ايه حلة واحدة، بدل ما ايه ما تعملي حلتين بتعملي حلة واحدة. هنسلق البيض بقى والبطاطس ونعمل احلى غدا نتغدى. ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم كده وتكونوا بتستفادوا منه. معلش بقى الصوت لان انا عندي برد، البرد بقى انا ما عنديش مناعة والبرد مبهدلني جدا. المناعة ديت عندي فقدها خالص، وعلى طول بستهوى ويجيلي برد. حطينا بقى ايه معلقة ملح كبيرة كده عليهم الاتنين علشان السليق. سلقنا البطاطس بتاعتنا اهيت، هناخدها بقى ايه نصفي من عليها المية، ونطلع البيض بتاعنا في طبق، نشيل البيض بتاعنا كده في طبق علشان نقشر البطاطس ونحمرها، ونقشر البيض بتاعنا. خلاص قشرنا البيض بتاعنا وحمرنا كمية من البطاطس للي كان هياكل على قد ما اكله. واشوفكم فيديو جديد، باي باي.